أتمنى في البداية تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد وحصري. حصل شغب امبارح وحصل مشكلة كبيرة جدا جدا في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اللي خلصت بفوز النادي المصري بنتيجة 2-1. أحمد سيد زيزو واعتراض مجلس إدارة النادي الزمالك والجهاز الفني على ضربة جزاء وعلى إن الكورة دخلت وعبرت خط المرمى. اعتراض كبير جدا جدا من لاعبي الزمالك، وحصل تدخل على الحكم بطريقة غير محترمة. طبعا إعلام الزمالك وإدارة النادي الزمالك كلهم بيقولوا إن هم هيتسحبوا من الدوري، ولكن هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ محمد شبانة الإعلامي الكبير على قناته على اليوتيوب طلع وقال هما الزملكاوية عايزين ايه؟ الكورة ما دخلتش المرمى وظاهرة وباينة للجميع، وجميع الحكام الدوليين السابقين طلعوا وحللوا الكورة وقالوا ان هي ما عبرتش الخط، يعني لا يوجد هدف شرعي. طب زعلانين ليه؟ ايه المشكلة؟ ايه مشكلتكم؟ ولكن لسه هنشوف اللي هيجرى في الأيام المقبلة. الزمالك بعد دعوة خاصة مراجعة في جميع في جميع أحوال المباراة واللي حصل في المباراة بالكامل. هنشوف اللي هيجرى بعد التحقيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.